اوعى الطشه. جمال، شايفين الجمال؟ تعجبكم جدا 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 وسهله خالص من غير اي افتكاسات تشوفوها على النت. التسعة طيب. تعالي اعلمك تعملي احلى طاجن رز بلبن في الفرن. رز بلبن كريمي كده، وهيطلبوه منك كل يوم حرفيا تحفة 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 بطريقة سهلة. جبت 2 كيلو من اللبن، شلت الوش بتاعه عشان اصفيه، وشلت منه كوبايتين من اللبن على جنب عشان انا كنت عاوزة اعمل بيه حاجة تانية. تمام. هبدأ ان انا اصفي اللبن بالمصفى. تمام. ممكن تصفيه قبل ما تغليه. اللبن ده كنت غلياه قبل كده وسبته يبرد، فالاحسن تجيبيه تغليه وتبداي بيه على طول يعني عشان مش هيقعد معاكي وقت. دي كوبايه الرز يا بنات، هغسلها كويس اللي هحط على 2 كيلو من اللبن، وكوبايه من فنجان من السكر. هنحتاج السكر حسب الرغبه. اوعى الطشه دي. هتمسك فنجان ونص من السكر. ماشي. نقلته بقى في حله كبيره علشان الحله التانية كانت صغيره. غسلت الرز تمام، وهحطه بقى لما اللبن غلي هحطه مع اللبن وسكر. يبقى حطيت لبن وسكر والرز. هسيبه، هبدأ اقلب فيهم كده لغايه لما يغلوا. لما اللبن يغلي بقى والرز فيه، اللهم صل على النبي، هدي خالص زي الشمعة. وفي كل شوية تقلبي، كل 5 دقايق تقلبي في الرز علشان مش يلزق في القعر. تمام. فانا هديت النار خالص وسبته بقى ايه يستوي كده براحته، وهغطي عليه النار واسيبه. هيقعد معاكي نص ساعة بس، كل شوية بتقلبي طبعا. دي بقى لما الرز استوى، شايفين بسم الله ما شاء الله. الطريقة دي سهلة، ولا تقولي لي كريم شانتيه ولا تقولي لبن بودر ولا اي حاجة. حطيت بقى الوش، حطيت معلقتين قشطة زيادة عليها. بعد ما استوى كان عندي وش اللبن في الفريزر، طلعت معلقتين 3 كده تحط عليها بتعزز الطعم وخلي طعمها جميل موت. هجيب بقى كيسين من الفانيليا. كل كيلو لبن بتحط عليه كيس من الفانيليا. خدت 2 كيلو حطيت عليهم كيسين من الفانيليا، وابدا بقى اقلبهم كده. شايفين الجمال؟ جربوا الطريقه دي سهله جدا يا بنات. قلت بقى ايه، كنت ماسكه الطاجن كده فالتسعت منه. فخلوا بالكوا بقى بكون الحاجه سخنه، خلي بالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لسه ما حطيتش اللايك، حط لي لايك وكومنت برايك. والله الفيديو ده يستاهل لايك من جماله وحلاوته. تحفه جدا يا بنات، جربوا الطريقه دي وعلى ضمانتي. جربوها وقولوا لي ايه عملت ايه معاكم، يعني ان شاء الله تعجبكم. الطاجن ده هدخله الفرن وولع الشوايه من فوق، بس الشوايه بس، واسيبه كده لما ياخد لون واطلعه. بقى ايه، صبي بقى ايه في الكاسات بتاعتك براحتك بقى، اي كاسات لو حابه كله يدخل الفرن تمام. عاوزه اقول لكم كانت حته طاجن ندمانه يعني ما زودتش، بس انا ايه قلت كده اجربه. انا جربته قبل كده وطلع حلو، بس مش كان محدش كله منه. المرات كنا بنتخانق عليه. شايفين؟ رز بلبن كريمي وجميل جدا. 2 كيلو لبن، فنجان ونص من السكر. تمام. وكوباية من هي كوباية الشاي مليانة رز. محبين قعر الحلة يجوا جنبينا. عشان ما حدش بيحب القرفة، فروحت حاطة شوية قرفة كده مع شوية اخر شوية رز كده في الحلة. مش عاوزة اقول لكم القرفة مع الرز بلبن. تعالوا المحبين القرفة يحطوا لايك. تحفة تحفة. برضو عندي محدش بيحب القرفة على رز بلبن، فانا ايه قلت كده ايه اسلم على نفسي في اخر حبة في الحلة كده واحط عليهم شوية من القرفة. جامد يا جماعة، جامد. جربوا الطريقة دي، ولا تقولي لي لبن بودر ولا اي حاجة خالص. الطريقة دي سهلة جدا جدا، ومعلقتين القشطة دي بتخليها كريمية كده وجميلة. الطاجن بقى لما طلع من الفرن جامد الطاجن ده. جربوه جربوه. هقولكم تاني جربوه، تحفة جدا جدا جدا. تحطيه كده ياخد شواية من كده من على الوش، وسيبيه بقى يبرد. حطيه في التلاجة، حطيه في التلاجة ساعة ولا ساعتين، وشوفي الجمال وادعيلي بقى دعوة حلوة كده من قلبك. متنسيش تحطي اللايك وكومنتي كده ايه يفرحني.
الله! شايفين الرز بلبن يا جماعة؟ والله أنا شاطرة وباعرف أعمل رز بلبن، جامد والله. ده الطاجن بقى بعد ما طلعته وسِبته حوالي ساعتين، والله كان هَنّ عليَّ خاف عليَّ إن أنا أخلّص الطاجن كلّه، بس أنا سِبت نُصّه كنت حاطّه في التلاجة، لأ أنا غيري طول يعني مش هاكله لوحدي.